متخيل ان بندكت كامبرباتش اللي قلب الدنيا بشخصية شيرلوك كان هيرفض دور دكتور سترينج؟ وده غير انه عنده اسرار في حياته هتخليك تتفاجئ. في الحلقة دي هنعرف ازاي بقى ساحر مارفل واسرار محدش يعرف عنها حاجة. انا حبيبة مصطفى وده برنامج اسرار نجوم هوليوود. بندكت الراجل اللي خلانا نصدق ان شيرلوك ممكن يكون عبقري ومجنون في نفس الوقت، ومن بعدها بقى ساحر مارفل اللي بيشيل عالم الابطال الخارقين على كتافه. بس ورا الكواليس بندكت عنده حكايات واسرار ممكن تخليك تشوفه بنظرة تانية خالص. في الحلقة دي هنتكلم عن سر نجاحه واخطر مشاهد عملها بنفسه واغرب حاجة حصلت له في الحقيقة. بندكت اتولد سنة 1976 في لندن. أبوه وأمه كانوا ممثلين وده خلاه يحب التمثيل من صغره، لكن قبل ما يدخل هوليوود كان بيمثل في المسرح البريطاني وبيقدم مسرحيات لشكسبير، وده اللي صقل موهبته. الانطلاقة الكبيرة كانت مع مسلسل شيرلوك سنة 2010 واللي خلى اسمه يبقى علامة في الدراما البريطانية وخلانا نشوف شيرلوك العبقري بطريقة جديدة، خصوصا بسبب سرعة الكلام وتحليل الأحداث، واللي كانت حاجات بيضيفها بنفسه علشان يدي للشخصية واقعية أكتر. لكن الشهرة العالمية جات له مع دور دكتور سترينج في مارفل، واللي رغم إنه كان متردد يقبله لكنه وافق علشان كان عايز يجرب حاجة مختلفة. وفعلا الدور قلب الدنيا وبقى علامة في أفلام مارفل. في سلسلة دكتور سترينج بندكت عمل معظم مشاهد الأكشن بنفسه، وده كان تحدي كبير عشان كان بيدرس فنون قتالية زي الكاراتيه والجودو لمدة 6 شهور عشان يبقى جاهز للدور. في فيلم افنجرز انفينيتي وور المشهد اللي كان فيه دكتور سترينج بيعمل تعويذ بإيديه كان حقيقي، وبندكت هو اللي اخترع الحركات دي بنفسه، وبيقول ان كان بيتمرن عليها كل يوم قدام المراية علشان يطلعها بشكل واقعي. الاغرب انه كان بيسجل صوت دورمامو العدو بتاع دكتور سترينج بنفسه، وكان بيعمل الصوت بشكل مختلف عشان محدش يعرف انه هو. اجره في اول فيلم كان 5 مليون دولار، لكنه بعد نجاح السلسلة اجره وصل ل 15 مليون دولار، وده خلى مارفل تركز على شخصيته في الافلام اللي جت بعد كده. اسمه الحقيقي بندكت تيموثي كارلتون، وبيقول ان هو بيكره اسمه وبيشوفه صعب على الجمهور، وكان بيفكر يغيره في بداية مسيرته. في سنة 2005 بندكت اتخطف فعلا في جنوب افريقيا وكان رايح يصور فيلم، لكن عصابة خطفته وفضلت محتجزاه 6 ساعات، بس هرب بطريقة غريبة وقال بعدها انه مش عايز يفتكر اللي حصل. بندكت بيعشق الغطس وبيقول ان هو بيساعده علشان يتخلص من الضغط، وعنده شهادة غطس محترف وبيغطس في كل بلد بيزورها تقريبا. الهوس بالشاي زي اي بريطاني اصيل، بندكت مدمن شاي وبيقولوا انه بيشرب 6 كوبايات في اليوم وبيبقى مجنون لو ما شربش شاي الصبح. بعيدا عن الاكشن والسحر، بندكت عنده مواقف انسانية كتير وبيشارك في حملات لدعم اللاجئين وبيتبرع لمؤسسات خيرية بتهتم بحقوق الاطفال والبيئة، وكمان عنده منظمة خيرية بيدعم فيها التعليم في أفريقيا وبيتبرع بجزء كبير من أرباحه سنويا ليها. في موقف شهير بندكت شاف عامل توصيل بيتعرض لسرقة في لندن وطلع من عربيته وفضل يدافع عنه لحد ما الحرامي هرب، وقال بعدها انه مفكرش في حاجة غير انه يساعد الراجل. من شيرلوك في BBC لحد دكتور سترينج في مارفل، بندكت بقى نجم من تراث خاص بيختار أدواره دايما فيها تحدي، سواء كانت دراما زي فيلم The Limitation Game أو خيال علمي زي دكتور سترينج. في فيلم The Limitation Game بندكت لعب دور عالم رياضيات بريطاني وقدم أداء مبهر، وده خلى النقاد يقولوا إن عنده قدرة على تمثيل الشخصيات المعقدة بطريقة تخليك تصدقها. وفي فيلم The Power of the Dog بندكت لعب دور راعي بقر عنده اضطرابات نفسية، والدور ده خلى النقاد يشيدوا بأدائه وقالوا إنه مرشح بقوة للأوسكار. دي كانت حكاية بندكت، الراجل اللي خلى السحر يبقى واقعي. ايه اكتر دور حبيته ليه؟ شاركنا في التعليقات وما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد عن نجوم هوليوود. اشوفكم في الحلقة الجاية.